الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد، أتمنى أن ينال إعجابكم. فيديو كما تشاهدون في الصورة حول تربية الدجاج البلدي. فللإشارة، تربية الدواجن بصفة عامة لها متطلبات ولها مراحل يجب اتباعها لكي تكون مربي ناجح. أخي، إن أردت أن تكون مربي دواجن يجب أن تتوفر على مبيت أو مسكن للدجاج لتفادي المخاطر التي تصيبه من حيوانات مفترسة، وكذلك يجب التوفر على مرعى، لأن الدجاج يحتاج إلى مرعى يرعى فيه، وأن الدجاج البلدي كثير الحركة. بالإضافة يجب أن تكون بداية مشروع تربية الدجاج بعدد قليل حتى تتمكن من معرفة متطلبات الدجاج من تغذية وأمراض وكيف معالجتها، حتى تكون قد اكتسبت خبرة في تربية الدجاج. فللإشارة، فالدجاج أنواع مختلفة سوف أذكرها في فيديو لاحق إن شاء الله، وكذلك سوف أذكر أهم المراحل التي يجب اتباعها لكي تكون مربي ناجح. إلى هنا أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وتكون الفائدة مهمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.